السلام عليكم أصدقائي. اليوم بدنا نحكي عن أكثر العطور الشتوية مبيعا على الإطلاق. العطر الأول في هذه المجموعة هو سي اتش مان بريفي من كارولينا هيريرا، تركيز إيدي تواليت. هذا العطر جلدي تابلي ويسكي، جميل جدا جدا، مكتبي شبابي، أداء فوق المتوسط وسعره مناسب. نوتة الويسكي بتعطيه تميز، واحد من أكثر العطور مبيعا عند كارولينا هيريرا. العطر الثاني في هاي المجموعة هو جوتشي انتنس عود، عطر خشبي أكثر ما إنه عود. ما بان في وجود العود في هذا العطر، ولكن الأخشاب مكون رئيسي وأساسي. عطر سموكي مدخن بطريقة جميلة، الأداء ممتاز جدا لهذا العطر، وهو عطر صباحي مسائي مناسب جدا للمكتب، مناسب للأجواء الشتوية جدا جدا. واحد من أكثر العطور مبيعا وشهرة عطر جيرمي المفضل اللي شهره جدا ويستحق هذا العطر، لانوي ديلون من إيف سالوران، عطر تابلي جدا مبني على نوتة القرفة. كثير جميل هذا العطر، الأداء تحت المتوسط، عطر حميمي جدا للمتزوجين أو عطر مسائي للسهرة. ممكن يكون مكتبي ولكن بدك تعيد رشه مرة ومرتين وثلاث. ممتاز هذا العطر، بنصح بتجربته جدا. للشباب، لطلبة المدارس والجامعات، عطر فيرزاتشي إيروس، أي نسخة بدك إياها بتحبها اقتنيها. إدي تواليت، إدي بارفام أو نسخة الإيروس فليم. واحد من أجمل العطور اللي قدمت الفانيليا والنعنع والتفاح بطريقة جميلة. الأداء لهذا العطر حسب تركيز إدي تواليت أو إدي بارفم، ولكن بشكل عام أداء متوسط لفوق المتوسط، سعره مناسب، وهو صباحي مسائي، وممكن يكون عطر مكتبي، عطر من أكثر العطور عند فيرزاتشي مبيعا. نرجع للمحبين العطور البوذية أو العطور اللي فيها نوتة الويسكي. بولغاري مان إن بلاك، عطر خشبي ويسكي تابلي سويتي إلى حد ما، جميل جدا، مبيعاته هائلة. هذا العطر اضطر الشركة تنتج نسخة جديدة اللي هي البارفام، ما زلت أفضل هاي النسخة على نسخة البارفام. أداؤه فوق المتوسط، سعره شوي غلى بسبب ارتفاع الأسعار للعطور عالميا، ولكنه يبقى أيقونة خالدة عند شركة بولغاري. أكيد أومبري ليذر من توم فورد، للأشخاص اللي بيحبوا التميز، للأشخاص أصحاب الشخصيات القوية. الجلد السموكي المدخن الأروماتيك القوي جدا. بشوف العطر صباحي مسائي، بشوفه لواحد بيلبس كاجوال، لشخصية مدير، حدا بيفرض شخصيته. العطر قوي جدا، جرب قبل الشراء، سعره شوي مرتفع، حقق مبيعات هائلة هذا العطر. الأيقونة الخالدة برادا لوم انتنس، الصيف بطريقة شتوية أو انتعاش الصيف بطريقة شتوية. برادا لوم انتنس واحد من أجمل العطور اللي قدمت نوتة السوسن أو الآيرس بطريقة ذكية وجميلة، مع الجلود مع الأروماتيك، عطر قنبلة من الجمال. الثبات تاعه ممتاز جدا، والفوحان فوق المتوسط. عطر أيقونة خالدة، بنصح جدا للشباب باقتناء هذا العطر. هذا العطر بشوفه مكتبي صباحي مسائي، مناسب لكل الظروف. قنبلة الجمال سبايس بومب او اكستريم من فيكتور ان رولف، الفانيلا المدخنة السموكية مع التوباكو مع النوتات الخشبية. واحد من أجمل العطور اللي قدمت نوتة التوباكو والفانيلا بطريقة جميلة. الأداء تاعه مرضي جدا، نحكي عن أداء ثبات جيد جدا وفوحان فوق المتوسط. النوتة مش مكررة في أي عطر من العطور، عطر صباحي مسائي كاجوال رسمي مكتبي جدا، بنصح فيه، واحد من أكثر العطور اللي حققت مبيعات عند فيكتور أن رولف. دايور سافاج إليكسير، عطر خشبي عنبري تابلي مع اللافندر بطريقة جميلة جدا، واحد من أنجح إصدارات دايور سافاج والإصدار الأخير منها. عطر بشوفه مكتبي أكثر من بقية هذه العطور اللي هي خط دايور سافاج، بحسه رسمي أكثر، والأداء تاعه ممتاز، وهو أكثر عطر مناسب للأجواء الباردة ضمن مجموعته، محقق مبيعات هائلة جدا. جوكر هاي المجموعة لأنه أحدث واحد في هاي المجموعة هو جوتشي جيلتي إليكسير بروم. هي علبة ديمارلي بيكاسوس، في جوا عبوة ديزاينر، مع أداء ممتاز جدا جدا، مقدم بطريقة فاخرة جدا. 60 مل، سعرها $150، لذلك يفترض أنك تجرب قبل الشراء. شتوي جدا، صباحي مسائي، إليغانت، العطر كلاسي، بنصح بتجربة هذا العطر. مستحيل نقدم أكثر العطور الشتوية اللي حققت مبيعات بدون ما نقدم دولتشي أند جابانا ذا وان، نسخة الإي دي بي، للمدخنين أو لعشاق
التوباكو في العطور، واحد من أجمل العطور اللي قدمت نوتة التوباكو بطريقة ذكية مع الحمضيات مع التوابل مع الأخشاب. عطر متميز جدا جدا، جذاب جدا. الصبايا بتحب تشم هاي النوتة في العطور على الشباب، شبابي صباحي مسائي مكتبي، أداؤه من متوسط لفوق المتوسط. لما بنحكي عن التميز، عن الجمال، عن السعر المنخفض، عن الأداء الجيد، مرسيدس بنز كلاب بلاك هذا العطر جميل حميمي سويتي دافي مكتبي جدا وشبابي إلى حد ما. الأداء تاعه فوق المتوسط لدرجة أنه ديمارلي قلدت هذا العطر بعطر الثائر. بنصحك بتجربة هذا العطر، سعره لا يتعدى $50 أو أقل أكثر شوي حسب المنطقة اللي ساكن فيها. من العطور اللي حققت مبيعات هائلة ويستحق عطر جون فيرفاتوس دارك رابل. ونسخة الدارك رابل رايدر نفس الشي حققت مبيعات هائلة لدرجة انه اذا بحثت عنه في الاسواق صعب تلاقيه، او بتلاقيه ولكن بسعر مبالغ فيه شوي. عطر سويتي خشبي تابلي مع الويسكي، جميل جدا هذا العطر، بنصح بتجربته. 125 مل وبسعر ممتاز اذا حصلته من الديسكاونت. بدنا نحكي عن العطور اللي حققت مبيعات، أكيد رح نحكي عن لوم إيديال سواء برفان أو إكستريم. الإكستريم البوزية التوباكو الجلود بطريقة خشبية بطريقة إبداعية. جرلاين ما بتقلد حدا، تنتج عطورها ومشهود لها بالإبداع في العطور. جرب هذا العطر أكيد مش رح تندم. من العطور اللي سهل تلاقيها وبسعر جيد وأداء ممتاز، جنتلمان من جيفنشي، الآيريس، التوابل، الأخشاب، الدفى، الأداء الممتاز بالسعر المقبول. كثير بنصح فيه، شبابي جدا ومكتبي جدا، واحد من أفضل عطور جيفنشي. أخيرا وليس آخرا في هاي المجموعة أومبري نوار من لاليك. للأسف الشديد هذا العطر صعب جدا جدا تلاقيه بسبب كمية الطلب والشراء لهذا العطر. صعب جدا تلاقيه، على الأقل في فلسطين بحثت كثير عنه، كنت محظوظ أني حصلت على حبة من هذا العطر. ولاحظوا كمية الاستخدام. لمحبي العنبر في العطور، هذا من أجمل العطور العنبرية وسعره كثير منخفض. نحن بنحكي عن $55 تقريبا. لو كان في عبوة نيش كان هذا العطر نيش. من إبداعات شركة لاليك، مكتبي جدا شوي ناضج، أداؤه ممتاز ومتميز في النوتة، مش مكرر نهائيا.